انيستا يحل من جهه كاسولا، لازم ينتبه. عرضيه خطيره، يخرج الدفاع، يخرج الحارس، وشباب الهدف الاول في خطا قادر سجله ادريانو في 15 دقيقه. مش معقول بهذه الطريقه. الهدف الاول هدف مستحق لبرشلونه، هدف كان واضح نتيجه الضغط الكتالوني. هنا نوع من الارتباك، هنا نوع من الخوف. التركيز لبرشلونه من جهه كاسولا، الكره تتوزع، كانت سهله بالحاج والصقر وارتباك ورهبه تكلف السد. الهدف الاول مش معقول، مش معقول هذا الهدف. خطا قاتل، خطا قاتل. بيدرو يوزع كره، شوف الحاج هي مش ممكن تعمل كنترول. محترفين من على الطراز وثمانية دوليين في كتيبة السد. حذر من هذه الاخطاء، حذر التسديدة والهدف الثاني. الهدف الثاني من ادريانو في غياب ميسي. اليوم يظهر ادريانو في عدم التهديف من انيستا، يسجل ادريانو. والحقيقة اهداف نادي برشلونة كانت عن طريق اخطاء سدوية، هدايا السدوية. ايها السد الكبير، ايها السد العظيم. البرسا لا يهدى له اهداف، لا تهدى له كرات، لا تهدى له اجوال. شوف الهدف الثاني، التسديده والثاني لادريانو. هنا الثنائيه لادريانو. تصدق ادريانو هداف المونديال، هداف كاس العالم 2011. 2-0 للبرا ورا للبلو جرانا. يمشي ميسي الخطير، ميسي وصل كوره، فرصه. الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث من السيد كايتا. خدمه كبيره، خدمه كبيره. هدف في اسيست من ميسي. هدف الثالث في دقيقه 18. ونبه فوساتي مره اخرى، يلزم نلعب كوره لانه 90 دقيقه دفاع باش تخسرها النتيجه والمباراه كيما خسر الباقي. 3-0. اضم صوت لصوت الكابتن شدالي اللي قال ليس عار انك تخسر 4 و5 من برشلونه. لكن في الكره الشاطئيه والكره للرباعيه خطيره. الهدف الرابع، الهدف الرابع من يسجل الرابع. 4-0 لبرشلونه. عدم تركيز في جهه الرواق الايمن، عدم تفطن من كاسولا. يدخل ماكسويل الباك ليفت ويسجل هدف. السد وفوساتي وكل العالم كانوا يتوقعوا، كانوا يتصوروا أن الخطورة منشأها ميسي، انيستا، بيدرو والفيا سانشيز، ولكن الأربع أهداف جات من مدافعين. 2 من الباك رايت ادريانو، واحدة من الباك ليفت لاعب الشمال ماكسويل، ولاعب الوسط ارتكاز بيفو. سجل هدف اللي هو السيد كايتا.